آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من التعب ما بلغ. التعب اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن وصفه. السيدة عائشة بتقول: ما كنت أستطيع أن أضع يدي فوق عمامة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد من الحمى. أنت متخيل السخونة عاملة إزاي؟ ما كانش قادر صلى الله عليه وسلم ينطق بكلمة واحدة، ولو كان اتكلم ما بتسمعش ليه صوت. ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان في إيده سواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبص له كده، فالسيدة عائشة فهمت إن هو عايز السواك، فقالت له: أنت عايز السواك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك دماغه إن عايز السواك. وبعدها تاخد السواك من أخوها تديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يقدرش يستخدمه، فتبدأ تلينه ليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يستاك بيه. السيدة عائشة توصف إن كان أفضل مرة تشوفه يستاك فيها آخر لحظة في حياته. المؤثر بقى جدا في الموضوع ده والمبكي في نفس الوقت إن آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حريص على الطاعة. وإيه المشكلة نعمل طاعة قبل ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ السواك فيه مرضاة الرب، وكأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم من بعده. حتى لو آخر لحظة في حياتك وفي إيدك تعمل طاعة، ما تفرطش فيها، ما تعرفش، يمكن هي دي اللي هتدخلك الجنة. اعمل بقى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاستبقوا الخيرات. مهما كانت الطاعة صغيرة وفي أي وقت ما تفرطش فيها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. السلام عليكم.